عرب افريقيا يوجهون رسالة تهديد لعرب اسيا قبل انطلاق كأس العرب 2025. المنتخب التونسي بعد فوزه على الأردن أحرج ليلة البارحة المنتخب البرازيلي بعد أن قدم أداء بطوليا وانتهت المباراة بالتعادل 1-1. كارلو أنشيلوتي تفاجأ بأداء المنتخب التونسي وقد صرح بعد المباراة أن تونس لديها فريق منظم جدا من الناحية التكتيكية وقد أغلق المنافذ على الهجوم البرازيلي. فينيسيوس جونيور خسر معظم المواجهات الفردية مع مرياح، وأكونيا لم يظهر وسط الطالبي وديلان برو. حنبال المجبري دخل في مواجهة طاحنة مع كاسيميرو ووسط البرازيل وكان من أفضل اللاعبين في المباراة. أما من الجانب الآخر فاز منتخب الجزائر على السعودية بنتيجة 2-0 مع الرحمة وقد قدم عروضا فنية رائعة. المنتخب المغربي حقق الانتصار رقم 18 على التوالي بفوز على أوغندا بالأربعة لتستمر السلسلة التاريخية لأسود الأطلس. كأس العرب سينطلق يوم 1 ديسمبر في قطر وتنتظرنا تغطية خاصة من منصة وين. أما أنت اكتب لنا في التعليقات من تراه الأقوى، عرب آسيا أم عرب أفريقيا؟